أول مرّة أعملها في البيت وطلعت حلوة أوي، 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 طلعت تحفة، طلعت جميلة، أحلى جبنة قريشة تاكلوها في البيت. وسهلة جدًا والله، يالّا نعملها مع بعض. إزيكم الأول عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا جرّبتها الأول في 2 كيلو بس، خُفت تفشل معايا، فقُلت إيه أجيب 2 كيلو، نجحت، نجحت، ما نجحتش يبقى إيه ما خسرناش كتير. جِبت 2 كيلو لبن سايب من عند اللبّان، مش لبن مُعلّب، لبن سايب اللي هو بيبقى بخيره كده ده. حطيتهم في حلة نضيفة ما فيهاش أي حاجة خالص، ودخّلتها في مكان دافي لمدة قعدت معايا 4 أو 5 ساعات، ما طوّلتش عن كده لإن إحنا كان يومين حَر جدًا، الجو حَر فخلّاها تتخمّر بسرعة. مكان دافي زي اللي إحنا بنسوي فيه الزبادي يعني، الفرن طبعًا مش شغّال مطفي، بس هو مكان يعني مُغلق كده يعني. وجِبت مفرش الحصيرة اللي أنتم شايفينه دوّة رخيص جدًا مش غالي، كان ب15 جنيه تقريبًا أو ب12.5 حاجة كده يعني، من عند محل الأدوات المنزلية متوفر جدًا اسمه مفرش حصيرة. وهنجيب حتة قماشة شاش كده تكون يعني خفيفة، بحيث إنها تنزّل المَيّة اللي في اللبن دي، وهنحط الحصيرة وفوقيها حتة القماشة الشاش دي، وهانزّل فيها الجبنة. أنا طبعًا بعد ما قعدت 4 ساعات في الفرن أو 4 أو 5 تقريبًا، طلّعتها، شِلت الوش من عليها ونزّلتها في المفرش زي ما أنتم شايفين كده، وباضغط عليها بإيدي كده ضغطة خفيفة عشان تنزّل السوائل الزيادة اللي فيها دي، وبارجع ألمّها تاني بالمعلقة. أنا أول مرّة أعملها على فكرة، فلو في أي حاجة غلط أو في أي تعليق يا ريت تقولوا لي، يعني أول مرّة أعملها، بس طلع طعمها حلو جدًا، جدًا، تحفة. ده كانوا 2 كيلو لبن، تمام. أنا قعدت بقى زي ما أنتم شايفين كده أضبّطها شمال ويمين وأعدل فيها. ونزّلت المَيّة طبعًا اللبن اللي بينزل منها ده ما بترموهوش، اللبن ده حلو جدًا، برضه بنعمل منه معجنات ومخبوزات بيبقى رهيب، بيبقى حلو أوي. أو لو عندكم جبنة قديمة حطّوه فيها، بس أنا ما عنديش جبنة قديمة، اللي هو البرطمان بتاع الجبنة القديمة ده نزّلوا فيه المَيّة اسمه إيه اللبن الشِرش تقريبًا أو حاجة كده، حطّوه فيها. أنا بعد ما سِبتها مثلًا ساعة كده اتصفِّت وحطيتها وضغطت يعني لأ هنا ما كنتش لسه حطيتها في حتّة، أنا كنت لسه باضغط عليها بإيدي. بعد كده بقى هانزّلها هاشيلها من حتّة القماشة دي وأحطها في المفرش بس عشان تطلّع لي بقى إيه، العلامات اللي إحنا بنشتريها بيها دي، بيبقى فيها خطوط بالطول كده. فحطيتها في المفرش وسِبتها تتصفّى كده وتصفّي المَيّة إيه، اللي فيها. نزّلت حبّة لبن صغنّنين تاني ما نزّلتش كتير، أنا رشّيت فيها شوية ملح قبل ما أحطها لمّا كانت لسه أول مرّة خالص، رشّيت عليها نُص معلقة ملح كده، بتضبط بس الطعم، نُص معلقة صغنّنة أو ربع معلقة مش كتير، لإن الكمية معايا قليلة. طلّعت معايا تقريبًا 600 جرام جبنة، هي مش مُجزية أوي، يعني هي ما بتطلّعش كمية كبيرة زي اللي بنشتريها من برّه، بس هي طعمها حلو جدًا. أنا عندي الكيلو لبن بيتباع ب25 جنيه.